انا عارفك حاليا انك بتحلم تمسك تليفون سامسونج 24 الترا او 25 الترا، وسقف احلامك وطموحك بيعلى وبتحلم ب 26 الترا اللي لسه ما نزلش. نصيحة مني بلاش تليفونات غالية. انا بكلمك حاليا وبصور بموبايل 24 الترا، لكن مش منبهر، اشتريته ومش منبهر. ولولا بس جودة فيديو شوية احسن شوية والله ما كان اشتريته. خايف عليه، عامل زي البلوكة في يدي قد كده، جايب له جراب وسكينه وش وسكينه ظهر وملسق من هنا وملسق من هنا وخايف يتخدش عشان الغلطه فيه بثمنه. الغلطه فيه بثمنه، شاشته بس بحوالي 35,000 جنيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لو معايا عيل من عيالي مش هنخاف عليك قد التليفون. انت بترمي عيلك في الشارع يوقع يتخبط يحصل يجيك اخر النهار اسم الله يا بابا معلش اوصل لنا على النبي على كده. لكن ده الخدشه فيه بيجيلك مغص، توجع بطنك. فانا اشتريت التليفون ده بصور بيه لغايه دلوقتي ما حطيتش عليه حتى شرايح ولا خطوط نهائي. الله بتكلم بالتليفون الانفينكس العادي بتاعي بعد الاي 70 اللي باظ مني. لكن انا لولا بس جودة التصوير شوية لا هنشتريه ولا هنحط فيه فلوس ولا هدفع فيه 25 ولا 30 ولا حتى 60 ولا 50 ايا كان ثمنه كام. اللي عايز اقوله لك، النصيحة عايز اقولها لك، الموبايل ابو 5000 بيقضي لك المصلحة اليومية العادية، وده بيقضي لك المصلحة اليومية العادية. هتقول لي ده فيه كاميرات ايه وانترنت ايه والزوم والاي اي. طب انا اراهنك لو انت اشتريته وتعرف اي حاجة من اللي انت حكيتهم دول. انا معايا التليفون هذا داخل على 5 6 شهور النهارده، والله ما اعرف ولا حاجة فيه غير التصوير واقفله، غير التصوير واقفله. زيه زي المكوى موجود، دافع فيه كام، دافع فيه رقم وخايف عليه. لكن انا استخدامي اليومي العادي موبايل عادي، الو سلام عليكم، الاخبار، الاتصال، الواتساب، الشغل، كله على ده. ده حجمه تقيل، وزنه تقيل، بفلوس كتيره، هيتعبك لما يحصل فيه حاجه. اشتريه في حاله واحده بس. لو انت راجل معاك مش اقل من مليون جنيه هاته. مش يكون معاك 70,000 ولا 100,000 جنيه تدفعهم في التليفون وتفضل كده. شغل فلوسك، اشتغل، اعمل لك مصلحه. مش هتنبهر، الموضوع هيعدي يومين 3 4 اسبوع وهيبقى زيه زي اي حاجه، زي البنطلون اللي معاك، زي التليفون العادي معاك، زي اي حاجه معاك. نصيحه بلاش تليفونات غاليه. تحياتي ليك، بحبك في الله.